مرض بيخلي جسمك كله يتحول لصخور. في فيلم فانتاستيك فور في بطل من الابطال كان بشر عادي، وبعدها اتعرض للاشعاع وتحول جسمه لماده صخريه شديده الصلابه. في بقى للاسف مرض ممكن يحول الجسم البشري لحجاره. المرض ده اسمه فايبروديسبليجيا اوسيفيكانز بروجريسيف. المرض ده بيخلي الجسم يتعامل مع اي شد عضلي او خبطه بسيطه على انها اصابه خطيره، وبيبدا يحول الانسجه اللينه زي العضلات والاربطه والاوتار لعضل. السبب ده كله هو طفره في جين اسمه ACVR1، والجين ده هو الجين المسؤول عن اشارات تكوين العظام في الجسم. لما بيحصل خلل في الجين ده الاشاره بتفضل شغاله طول الوقت. المرض ده نادر جدا وبتحصل تقريبا حاله او اتنين في كل مليون بني ادم. حركه المريض بتقل سنه بعد سنه، الدراعين والرجلين مع الوقت ممكن يتجمدوا، والعمود الفقري بيتقفل. الغريب بقى ان في المرض ده الجراحه ممنوعه تماما. اي محاوله من اي شخص انه يشيل العظم الزياده بيخلي الجسم ينتج عظم اكتر، وبكده نكون بنزود الطينه بله. فالمريض للاسف بيكون عايش في سجن جوه نفسه، مش قادر يتحرك كويس وطبيعي، ومش قادر حتى يتعالج جراحيا. طب هل في اي امل في العلاج؟ في اغسطس سنه 2023 شركه ابسن الفرنسيه اعلنت عن دواء اسمه سوهونوس، في ماده اسمها البالوفاروتين.